السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بخير. في الفيديو النهاردة بقول بعض ملاحظاتي عن رحلتي لميامي في فلوريدا. وأول ملحوظة حضراتكم هي إن مدينة ميامي في فلوريدا فيها ظاهرة الديوك والدجاج البري. في المدن العادية في أمريكا مش هتلاقي ديوك برية ولا فراخ برية، لكن في ميامي في ديوك برية ودجاج بري. وتسمع صوت الديك في الفجر وحتى في الظهر في أوقات مختلفة من اليوم. يعني كانت ظاهرة استغربت لها، بس عادية في ميامي انك تشوف ديك بري او دجاج بري. الحاجة التانية حضراتكم هي الملحوظة التانية هي ايه؟ ان مدينة ميامي غالية جدا ما عدا المواصلات فيها ارخص من المواصلات في مدينة نيويورك. خلاف ذلك مدينة ميامي مدينة غالية جدا، فاللي بيدور على مكان رخيص عشان يتفسح فيه مش هيكون ميامي غالية. وطبعا ده ربما برضو لأن في أماكن من ميامي فيها قصور للأغنياء المشاهير، زي قصر شاكيرا سابقا، لكنها باعته بعد كده ب14 مليون دولار. هو قصر على الطراز المغربي. وكذلك فيها قصر لريحانة المغنية ريهانا، وفيها أيضا قصر أوبرا وينفري، وفيها في جزيرة فيشرمان تحديدا. ودي طبعا جزيرة على فكرة ما فيش مواصلات بتروح لها، لازم يبقى عندك القارب بتاعك يروح له كده. وفي قصر في ميامي اسم بتاع جينيفر لوبيز ب40 دولار القصر، اللي هي الممثلة والمغنية جينيفر لوبيز. كذلك الملاكم ماي ويذر فلويد له قصر برضه هناك، بس مش في منطقة الداون تاون عشان بس أكون واضح، يعني في منطقة تانية من ميامي أصلها كبيرة حضراتكم. بس ميامي يعني ككل على المستوى العام سواء مدينة أو ضواحي غالية. نيجي بعد كده لما نتكلم عن الجمال والنظافة هقول لحضراتكم ان في منطقة الداون تاون في ميامي جميلة ونظيفة، لكن لما بتروح للضواحي بتاعت ميامي هتلاقي فيه قصور في النظافة والبنية التحتية. ومع ذلك برضو الضواحي غالية رغم ان فيها قصور في النظافة والبنية التحتية. نعم، رغم ان فيها قصور في صيانة الاشجار، نعم، لكن برضو غالية. رابع حاجة ان مدينة ميامي دي اغلبها مهاجرين، تقديري حوالي 80% منها مهاجرين من كوبا ونيكاراغوا وهندوراس وغواتيمالا وهيتي وغيرها طبعا. فتقريبا 4/5 مهاجرين، وفي ممكن يكون 10% أبناء مهاجرين و10% أمريكان أبا عن جد هقول يعني. ده تقديري الشخصي، لكن نسبة كبيرة من الناس في ميامي هتلاقيها ما بتتكلمش انجليزي.
فده بيعمل صعوبة في التواصل. قد يتساءل البعض ازاي ده، هقول لحضراتكم. لأن فلوريدا على سبيل المثال سنة 2022 تركها 500 ألف وهاجر لها أكتر من 700 ألف، أغلبهم مهاجرين. فاللي بيحصل يا إخوانا هو عملية إحلال. فدي هي السبب إنك أنت تحس إن المكان زي ما يكون فاضي وجاله مهاجرين من بره. هو كان اللي فيه قبل كده أمريكان بس هم سابوها وناس تانيين جم مكانهم. فالإحلال ده بيخليك تخش ممكن مدينة تلاقي ما فيهاش ناس كتير تلاقي فيها أغلب الناس ما بيتكلموش إنجليزي، رغم إنها جزء من الأراضي الأمريكية. نعم. كذلك لاحظت ان الحمامات من جوه، طبعا الحمامات في امريكا عموما بيبقى فيها تقفيلات وبتبقى في فجوة من تحت تقدر تشوف من خلالها جزمة الشخص اللي بيستعمل المرحاض. لقيت بقى ان بعض هذه التقفيلات جنب المرحاض بيكون في حوض تقدر تستعمله، لكن خلاف ذلك التقفيلات بتاعت الحمامات في أمريكا ما بيبقاش في حوض جنب المرحاض أو جنب التويلت. فطبعا بتستنى لحد ما تطلع بره التقفيلة هتلاقي في أحواض تستعملها. لكن هتلاقي ان في ميامي بخلاف الأحواض اللي بره ممكن في تقفيلة من التقفيلات اللي جوه تلاقي حوض جنب التويلت، وده شيء كويس. كذلك لاحظت ان هي فيها أبراص وسحالي كتير. كل يوم هتشوف أبراص وسحالي في مدينة ميامي. لكن الفئران مش كتير، يعني في فئران في نيويورك وبتشوفها كل يوم، لكن وفئران كبيرة راتس مش بس مايس. لكن هناك أنا يمكن 8 أيام قعدتهم في ميامي شفت فيها رات مرة واحدة، هو رات واحد بس اللي شفته. مش هتشوف الراتس كل يوم في ميامي زي ما هتشوفها في نيويورك، لكن اللي هتشوفه كل يوم في ميامي هو ايه؟ السحالي والبراص. فالسحالي والبراص طبعا ما فيش وجه للمقارنة، في ميامي اكتر من الفئران بكتير جدا. اخر ملحوظة هقولها لحضراتكم، ان رغم ان ولاية فلوريدا فيها ما فيهاش، يعني الولاية ما بتفرضش ضريبة. يعني انت لما بتاخد الشيك بتاعك في امريكا بيبقى فيه ضريبة الحكومة الفيدرالية وضريبة الولاية وضريبة المدينة اللي انت مقيم فيها ان وجد، وضريبة كذلك اللي هو الميديكير عشان تلاقي تأمين طبي وانت عمرك 65 سنة يغطي 80% من الفاتورة العلاج بتاعتك وانت تدفع الباقي. كذلك بقى لو في عندك يونيون بتبقى خصومات زيادة، لو في فاميلي ليف دي خصومات زيادة، لو في عندك تأمين طبي دي خصومات تانية، لو في معاش وظيفة. بس أغلب الوظائف في أمريكا دلوقتي ما بتديش معاش، فإن وجد يعني بيبقى عليه خصومات أخرى. فأنت لما بعض الضريبة الفيدرالية دي الكل بيدفعها بدون استثناء، لكن بعض الولايات زي ولاية فلوريدا ما بتدفعش ضريبة الولاية، وبعض المدن ما بتدفعش ضريبة المدينة. فبالنسبة لفلوريدا انت ممكن تقول يا حاجة جميلة ما فيش ضريبة ولاية، لكن فيها ضريبة مبيعات 7%، ضريبة مبيعات 7%. فلو انت اشتريت حاجة بدولار مثلا، هو ما شفتش فيها حاجة بدولار، خلينا نقول اشتريت حاجة مثلا $10، هتلاقي الفاتورة طالعه لك $10.70. فبس يعني ضريبة المبيعات 7% في ولاية فلوريدا، بما في ذلك مدينة ميامي. أشكركم على المشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.